انا حاليا دلوقتي بحضر اكتر حاجه عبثيه انا شفتها في حياتي. اكيد انت عرفت ان انا في ماتش الاهلي والزمالك اللي الوطن العربي كله بيبقى مستني يتفرج على الماتش ده. جمهور الزمالك مجهز دخله من قبل الماتش، بس انا مش عارف ليه، يعني هتترفع امتى وفين مش عارف. ده شكل جمهور الاهلي المتواجد، يعني عدد كبير جدا بصراحه. جمهور الزمالك عامل حفله متكامله الاركان على الاهلي. والله ما حد فاهم حاجه. جمهور الاهلي شويه هيص نروح له، جمهور الزمالك شويه هيص نروح له، بس شكل اتوبيس الاهلي جه، بس الله اعلم. شغالين احنا بقى جري كده، طلع بالك كاذب، مفيش اهلي ولا حاجه. انت متخيل يا مؤمن ان ده اهم ماتش عندنا في مصر كلها؟ اللعيبه قاعده بتلعب ولا كانها بتلعب في دوره رمضانيه. قسما بالله العظيم انا ما مستوعب اللي بيحصل لحد دلوقتي، لحد ما الحكم هيصفر ونمشي كلنا نروح. مش مستوعب ان ده بيحصل في ماتش اهلي وزمالك. حرام اللي بيحصل ده. الجمهور ده ممكن يكون جاي من سفر، من المنيا، جاي من سوهاج، جاي من اي حته في مصر كلها، ضارب مشوار قد كده عشان يجي يتفرج على الماتش ده. ماتش بيتعمل في السنه مره ولا مرتين، تحرمه من ماتش ويوم هو بيستناه زي ما بقول لك من السنه للسنه. ده بيبقى يوم زي يوم العيد بالظبط للناس. غريب بقى ان جمهور الاهلي بيشجع وبيشجع جامد كمان، بس انا مش عارف يشجع مين. دي دكه الاهلي فاضيه خالص. صفر الحكم ونهى الماتش وخلصت المسرحيه الهزليه اللي اتعملت النهارده. نلاحظ بقى ان يعني لعيبه الزمالك بترقص وفرحانه بعد ما الحكم سفر ونهى الماتش. طبعا ده مع هتافات الزمالك، اللي جمهور الزمالك اللي هي قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا. زي ما انتم شايفين هنا جمهور الاهلي خلاص فضل المدرج بتاعه كله تماما ومشي. يعني الماتش التاني على التوالي حاجات كتير كان نفسي اعملها في ماتش الاهلي والزمالك، بس للاسف برضه بتبوظ لظروف خارجه عن ارادتي، فانا مش عارف اقول اي حاجه غير